السلام عليكم. أعلن الفنان المغربي البشير عبدو مغادرة نجله الفنان سعد المجرد أسوار السجن اليوم الخميس بموجب إطلاق سراح مؤقت. وكشف البشير عبدو في تصريح خاص بجريدة إسبريس المغربية أن سعد المجرد سيغادر السجن اليوم بسراح مؤقت وسيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر. وأعرب البشير عبدو عن سعادته البالغة بعودة ابنه، معربا عن شكره الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية. وكان المجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه ب6 سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى 1 ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.